مرحبا بكم في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. أمطار طوفانية تخيم على السطات وتؤدي إلى وفاة امرأة في حادث مأساوي. تطور مفاجئ في قضية مبدع. هذا سعر بيع الغازوال والبنزين الذي يجب على المغاربة دفعه. شركة سعودية تقوم بسرقة المنتج آملو. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالصفحة للتوصل بجديد الأخبار المغربية صباحا وعشيا. تفجير قنبلة في قضية الفساد، طبيب وطبيبة يورطان مبدع بشواهد طبية مزيفة. منذ أن اندلعت فضيحة الفساد المالي في الدولة، تكاثرت التحقيقات وتعددت القضايا التي ضجت بها الساحة العامة، وما زالت التداعيات تتوالى، ولكن هذه المرة مع إلقاء القبض على طبيب وطبيبة تورطا في تصوير الشواهد الطبية لمشتبه فيه الرئيس السابق للفقيه بن صالح محمد مبدع. في سياق تطورات القضية تبين أن الطبيب والطبيبة قد منح الشواهد الطبية المزيفة لمبدع بهدف تبرير عدم حضوره للتحقيقات التي كانت تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعلى إثر ذلك تم اعتقالهما وتوبيخهما بتهمة الاشتراك في تزوير الوثائق الرسمية والمساعدة في إفلات مبدع من عقابه المستحق. الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة تتسبب في كوارث بإقليم سطات. في يوم أمس شهدت منطقة إقليم سطات هطول أمطار غزيرة مصحوبة بسيول جارفة، مما أدى إلى حدوث كوارث وخسائر فادحة. وتعود واحدة من تلك الكوارث إلى وفاة امرأة في الستينيات من العمر بجماعة مكارطو في دائرة بن حمد. التساقطات المطرية الغزيرة تسببت في اندفاع واد معروف في المنطقة، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الممتلكات والمواشي، فضلا عن انقطاع الطرق وتشوهات في البيئة التحتية. وقد تعرضت الأسر المحلية لخسائر فادحة جراء هذه الكارثة، حيث تضررت منازلهم وتعرضت محاصيلهم للتدمير. ووفقا للمديرية العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية والسهول شمال آسيا، الواجهة المتوسطية والريف والأطلس وشمال المنطقة الشرقية هطول أمطار وعواصف رعدية في الأيام القادمة. هذا سعر بيع الغازوال والبنزين الذي يجب على المغاربة دفعه. في تصريحات حصرية للحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، تم الكشف عن الثمن الجديد الذي يجب أن تباع به المحروقات في المغرب. يأتي هذا التصريح في أعقاب تراجع أسعار الوقود عالميا، مما يطرح تساؤلات حول الآثار المتوقعة على أسعار المحلية. وأوضح اليماني أن هناك حاجة ملحة لاعتماد تسعيرة جديدة تأخذ في الاعتبار تراجع سعر طن الغازوال إلى أقل من 685 دولارا أمريكيا، وسعر الطن للبنزين إلى أقل من 760 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك أشار إلى أن سعر البرميل النفط المتوسط يبلغ 75 دولارا أمريكيا في النصف الأول من شهر مايو الحالي. وشدد اليماني على ضرورة وضع تركيبة حسابية جديدة للأسعار، حيث أن استخدام التركيبة السابقة سيؤدي إلى تحديد الثمن الأقصى للتر من الغازوال بقيمة 10 دراهم.10 للتر، وللتر من البنزين بقيمة 11 درهم.87 اعتبارا من 16 مايو 2023. وأكد اليماني أن أي تجاوز لهذه القيمة سيكون أعلى من الأرباح التي كانت تحددها السلطات العمومية، وذلك دون احتساب الخصومات التي يستفيد منها المستوردون للغازوال الروسي. أين وزارة الثقافة؟ شركة سعودية تسجل حقوق منتج آملو باسمها. جدل واسع بعد ادعاء شركة سعودية بنسب منتج آملو وتجاهل أصوله المغربية. أثارت شركة سعودية متخصصة في بيع العسل جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت نسب منتج آملو لها دون الإشارة إلى أصوله المغربية. وقد أدى هذا الادعاء إلى انتقادات وتعليقات غاضبة من قبل المستخدمين المغاربة الذين أصروا على تصحيح المغالطة المنقولة. وفي إعلانها الرسمي الذي تم نشره على حسابها في منصة تويتر، أعلنت شركة سعودية عن منتج جديد يعتمد وصفة آملو، والتي تعتبر واحدة من أشهر الوصفات في المطبخ المغربي الأمازيغي. وقد قامت الشركة بإرفاق صورة للمنتج الجديد دون أن تشير إلى أصول الوصفة المغربية، مما أثار استياء العديد من الأشخاص المطلعين على التراث المغربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالصفحة للتوصل بجديد الأخبار المغربية صباحا وعشيا.